في اليوم الذي تباشر فيه الجزائر لرئاستها الدورية لمجلس الأمن يأتي بيان من الخارجية المالية يتهم، يتطاول، يتهجم، سموها كما شئتم. مالي تقول اهتموا بالشؤون الداخلية يعني للجزائر. واحد عندك تعليق؟ كي تقرأ هذا البيان نسخة تبقى الأصل ما يقوله بوريطة وما يقوله البخزن، ونسخة تبقى الأصل ما يقوله جنرال المخابرات الفرنسي الذي أسس ما هو موضوع في الرسالة. يعني ليست لغة مالية. بعض من الدول الوظيفية، أقول الوظيفية، خليجية وجيران منهم المخزن، تحركهم دول إمبريالية، وهذا لخلق قلاق للجزائر. أولا هي حكومة انقلابية وليست يعني حكومة خارج الشرعية، خارج الدستور، وبالتالي هذا الجزائر ما لا تحبطه. يعني جهات أخرى ربما المخزن، ربما فرنسا. أنا نقول لك هناك بعض من الذين يقومون بالمسؤولية في مالي هم موظفون عند لوبيات، الهدف تاعو هو كسرة شوكة الجزائر، يحرجون الجزائر بكثير من الترهات وكثير من المشاكل حتى يكسرون شوكة الجزائر. خلال ماذا كسرت شوكة؟ نعم بحث عن خطأ دبلوماسي أو تصريح أيضا مستفز. يا أخي العزيز ما تقوم به الجزائر أحرجت أمريكا في مجلس الأمن. خطاب الرئيس كذلك أزعج كثير، خطاب الرئيس مؤخرا الأخير نعم عنده علاقة مباشرة. أخزك الجزائر كالإمام في أفريقيا لما تتحرك الجميع يمشي وراء الجزائر. إذا متابعينا الكرام كما استمعتم آخر ما غنت أم كلثوم في جنون العظمة المضحك المثير للسخرية عند حضيرة الجزائر. قال لك الجزائر مثل الإمام، إلا تمشات الدول الإفريقية كلها كيتبعوها. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ماشي غير عايشين في عالم آخر، هادو في عايشين في عالم هو العالم الآخر ديال العالم الآخر. بزاف على هاد الجنون اللي عايشين في هاد القوم. هادو فكروني في القذافي، كان مسمي راسو ملك ملوك إفريقيا، في النهاية ديالو جبروه مخبي في قادوس. ملك ملوك إفريقيا مخبي في قادوس، والنهاية ديال هاد الشرذمة هادو غادي تكون نفس النهاية ديال المقبول القذافي إن لم تكن الأسوأ. فعلى كل هانتوما استمعتم للقنوات ديال نظام حضيرة الجزائر. قال لك ودي المغرب هو الذي حرض مالي باش انها دير هذاك البيان ضد نظام حضيرة الجزائر. دابا مالي كتقول لهم بعدوا منا، عطيونا باتساع، ما تدخلوش في شؤوننا الداخلية، ما تدخلوش في شؤوننا الداخلية. وهادو جايين في قنوات رسمية جزائرية كيناقشوا الدستور المالي. اش دخلكم نتوما في دستور مالي؟ اش دخلكم نتوما في الدستور المالي؟ أليس هذا تأكيد على البيان ديال وزارة الخارجية ديال مالي أنكم تتدخلون في الشؤون الداخلية ديال مالي؟ مجرد حديثكم على الدستور المالي في إذاعة رسمية جزائرية هذا تدخل في الشأن الداخلي ديال مالي، معناه على أن البيان ديال وزارة الخارجية المالية كان صحيحا، كان صحيحا. النظام الجزائري يتدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى، وبطبيعة الحال جايين بنفس الرواية عاوتاني، المخزن، الأيادي الخارجية، الإمارات، ما عرفت شنو، الشعارات وما إلى ذلك من هذه الأمور. مازال ما بغاوش يفهموا بأنهم معزولين اليوم على المستوى ديال المنطقة، ولاو معزولين، حتى واحد ما بقى حاملهم، كلشي ولا كارههم، كلشي ولا كارههم، لأن الحقيقة ديالهم بانت بعد ما اليوم غارقين في الأزمات وغارقين في المشاكل. الوجه الحقيقي ديالهم بان، خصوصا أمام الدول ديال المنطقة، والدول ديال المنطقة أصبحت لا تطيق هذا النظام الغبي. ونسحب لكم بأن هذه الأسطوانات ديال المغرب حرض مالي، والمغرب دار، والمخزن، والإمارات، وفرنسا، وإسرائيل، وسكان المريخ وكذا راه غادي تنفعكم، أنتم مكلخين، أنتم راه فتوا الكلا خليه. هذه الأسطوانة لن تفيدكم شيء، وهذه البروباغندا لن تفيدكم شيء. الدول ديال المنطقة صافي عقت بكم، عرفاتكم على حقيقتكم، عرفاتكم بأنكم تثيرون المشاكل، عرفاتكم بأنكم تحتضنون الجماعات الإرهابية، عرفاتكم بأنكم تتدخلون في الشأن الداخلي ديال الدول المنطقة. فاليوم ولاحظوا معايا هذه القضية، دول الساحل مباشرة بعد ما طردت فرنسا نضت لها مشاكل مع نظام حضارة الجزائر. علاش؟ لأن النظام الجزائري هو النظام الوظيفي الحقيقي لفرنسا، لأن فرنسا هي اللي اصطنعت هذا النظام في نهاية المطاف باش يبقى يدير في المشاكل للدول ديال المنطقة وما يخليهاش هانية،
ما يخليش مالي تقوم بالتنميه ودير مشاريع وتهتم بالشان الداخلي ديالها وما الى ذلك، لا، كيبداو يغرقوا الماليين في المشاكل. ما يخليوش موريتانيا كذلك هو مثال نفس الشيء، ما يخليوش النيجر. المغرب انتم عارفين، المغرب نهار جاو هاد الطغمه الحاكمه في حضاره الجزائر وما في المشاكل مع المغرب، وهما دايرين مشاكل المغرب وكيحاولوا يقسموا المغرب والمؤامره وما عرفت شنو وتخربق. من بعد يخرج يقول لك المغرب لا هو اللي كيتآمر علينا، المغرب هو اللي حرض مالي، المغرب هو اللي دار كذا، وبداو يهضروا. دابا المشكل انهم كيتحدثوا على مالي ودخلوا في الشأن الداخلي ديالها على العلن، وباغي الماليين يبقاو ساكتين. لا حول ولا قوة. والله العظيم انتم عايشين في عالم موازي بعيد كليا عن الواقع. واعتقد، انا اعتقد جازما بان الماليين سوف يصعدون من الامور بعدما لوحوا بانهم غادي يدعموا قضيه القبائل المحتله، منطقه القبائل المحتله. فاعتقد بانهم سوف يذهبون في هذا المسار ما لم يقم النظام الجزائري بترك مالي وشأنها وترك الشأن الداخلي ديال مالي. وهذا بطبيعه الحال كيزيد يفضح النظام الجزائري وكيزيد يعري الحقيقه ديال هذا النظام امام الدول ديال المنطقه، خصوصا دول الساحل. لان اليوم لاحظوا ان التركيز ديال العالم هو على دول الساحل لما فيها من موارد و يعني امور وما الى ذلك من هذه المسائل. المغرب بطبيعه الحال دخل في المشاريع مع دول الساحل وعارف شنو كيدير مع دول الساحل، وكاين مشاريع كبرى مع دول الساحل، وهذا الشيء اللي مسعر النظام الجزائري اكثر. كيفاش المغرب داير مشروع ضخم مع دول الساحل وحنا عندنا مشاكل مع دول الساحل؟ هذا الشيء اللي مسعرهم اكثر فاكثر فاكثر. المغرب داير معهم مشروع منفذ الاطلسي، الموارد ديال دول الساحل سوف تصدر عن طريق المغرب، عن طريق ميناء الداخل الاطلسي، عن طريق الصحراء المغربيه الاقاليم الجنوبيه المغربيه. والنظام الجزائري داخل في مشكل مع مالي، في مشكل مع النيجر، في مشكل مع موريتانيا، في مشكل مع كل الدول ديال الساحل. وما تنساوش بان مالي راه عندها تحالف عسكري مع النيجر وبوركينا فاسو. راه النظام الجزائري راه ما يقدرش يدير شي حاجه ضد الماليين، راه غادي يدخل في حرب ضد 3 دول، جوج منها عندها حدود مباشره مع حضاره الجزائر، مالي والنيجر، ومعهم بوركينا فاسو. شفتوا الكارثه اللي غرق فيها النظام الجزائري؟ شفتوا فين غرقت يا بوصبع؟ بهاد العنصريات ديالك والجزائر امام افريقيا. لا حول ولا قوه. ضحكني هذا، قال لك الجزائر امام افريقيا، الا تمشات الجزائر كلشي كيتبعها. لا حول ولا قوه الا بالله. زعما هاد الناس والله العظيم العقل ما عندهمش، العقل ما كاينش الاثر ديال العقل في الدماغ ديالو. فعلى كل متابعينا الكرام، خليكم هنا، خلوا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم. نشوفكم في فيديو قادم مع مزيد من التفاصيل. لا غالب الا الله. عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش ما الخالد.